يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهاردة الفيديو التاني من تجهيزات عيد ميلادي. زي ما قلت لكم في الفيديو الاولاني بتاع البغاشة ان انا بعمل كل التجهيزات قبليها بيوم، بحيث ان تاني يوم ميكونش عندي غير حاجات بسيطة خالص. تمام. انا هنا حطيت كوبايتين دقيق، هنعمل ميني بيتزا. اوكي. حطيت كوبايتين دقيق، حطيت عليهم معلقة سكر وذرة الملح. هنزل عليهم بنص كيس بيكنج باودر. تمام. وهنزل عليهم بخميرة. عايزة بقى تضيفي زبادي تمام، مش عايزة تضيفي زبادي خلاص براحتك. هي الزبادي هتخليها قطنية. انا هنا يا جماعه ضفت لها كوبايه زبادي، وطبعا كوبايه الزبادي تبقى بدرجه حراره الغرفه علشان خاطر الخميره. والزبادي بيديها ملمس قطني تحفه تحفه بجد، يعني بيخليها طريه وهشه وجميله مع البيكنج باودر. تمام. انا هعجن الزبادي فيها شويه، وبعد كده هبتدي انزل بالميه الدافيه. ميه دافيه لا سخنه ولا ساقعه علشان خاطر الخميره تتفاعل معاها وتخمر كويس. اهو يا جماعه العجينه بتاعتي انا عايزاها تبقى بتلزق كده، شايفين التلزيق؟ لكن مش عايزاها تبقى بتلزق زياده عن اللازم، يعني بتلزق بس كده التلزيقه الحلوه دي ومتماسكه. انا دلوقتي هدهنها بقى تاني دهنة زيت، يعني انا حطيت لها معلقة زيت، هدهنها دلوقتي دهنة زيت تاني. وبعد كده هدهن الطبق وهغطيها بالغطا بتاعها واسيبها لحد ما تخمر، وبعد كده هنشكلها كور صغيرة ونبتدي نعملها، وهجهز الحشوة بتاعتها عقبال ما تخمر. وهو يا جماعة شكل البيتزا بتاعتنا العجينة، بصوا بعد ما خمرت هنديها بقى كده بوكسات وهنلمها مع بعض، وبعد كده هنكورها قطع صغيرة. وجبت عندي طاجن هنا، حطيت فيه حبة زيت ودهنته بزيت كويس، وعملت الصوص بتاع البيتزا. اهو يا جماعة الصوص بتاع البيتزا عبارة عن معلقة من صلصة الطماطم كبيرة، وعليها معلقة كاتشب، ومعلقة باربيكيو صوص، وحبة سكر، ذرة ملح، وحطيت عليهم ريحان. عايزة تحطي زعتر مكان الريحان اوكي، عايزة تخليه ريحان برضو حاجة ترجعلك. الاتنين في الاخر بيدوا نكهة حلوة جدا 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 للصوص. اهو يا جماعة بعد ما فردتهم في الصينية بالشكل ده، هجيب معانا بقى الصلصة هنا، وهبتدي اعمل على كل واحدة. يعني عايزة اقول لكم دي خمرت شوية عقبال ما عملت الصينية التانية، فهبتدي امشي عليها واحدة واحدة لان انا عايزاها خمرانة، يعني انا عايزة اعملها وهي خمرانة كده، مش عايزاها تتبطط عشان تبقى هشة وسفنجية وطرية من جوه. تمام. فهاخد بقى الصوص وابتدي اعمل عليهم كده. شايفين الريحان شكله تحفة عليها ازاي؟ الريحان عليها شكله يجنن بجد، شكله تحفة قوي قوي. انا بحب كده جدا، يعني بحب الاشكال والحاجات اللي بتبقى على البيتزا دي، بتخليها شكلها رائع. انا هكمل بقى الباقي، هيكونوا كمان الصينيه التانية عقبال ما اخلص دي هتكون خمرت، وهبتدي احط عليها الفلفل والزيتون اللي انا مقطعاهم. ده يا جماعه الفلفل والزيتون، فلفل الوان مشكل، ما عندكيش غير اخضر بس تمام. وادي زيتون، ده الزيتون اللي احنا كنا مخللينه مع بعض. مش عارفه هنزل لكم الفيديو بتاعه قبل ده ولا بعديه، بس غالبا التاني اللي هينزل الاول. طريقته سهلة جدا جدا جدا. فانا خدت منه دول زيتونتين بس يا جماعة، على فكرة انا خدت زيتونتين بس، وهعملهم للكمية ديت مع الفلافل، وهحط من على الوش جبنة موتزاريلا. اهو يا جماعة شكلها بعد ما حطيت عليها الفلفل والزيتون والجبنة، وطبعا الصوص اللي اتعمل. انا دلوقتي هشيلهم ادخلهم الفرن وهخرجهم تاني اوريكم شكلهم. وادي يا جماعة البيتزا بتاعتنا بعد ما خلصت، عايزة اقول لكم طرية وهشة جدا جدا، بصوا اسفنجية جدا. بعد ما خلصت وبردت انا نقلتها للسيرفيس دوت. في النهاية لو عجبكم الفيديو بليز لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار، باي باي.